ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض احلى شويه فراخ محشيه. هنحشيها النهارده رز وهنحشيها فريك، ولا هزعل محبين الرز ولا هزعل محبين الفريك. هعملها النهارده بالطريقتين علشان تقدري تختاري الطريقه اللي انت بتفضليها. بس لو اول مره تشوفيني، انا مياده ودي قناتي، اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه هنبدا نجهزها الخلطه بتاعه الرز. معايا هنا حله هنزل عليها بمعلقه صغيره من السكر، وفي الوقت ده بقى هدي النار علشان السكر يسيح براحته. اول ما يبدا السكر يسيح معانا هنبدا نقلبه علشان ما يتكتلش معانا. هيبدا ياخد لون معانا بالشكل ده. تهدي النار بقى في الوقت ده علشان انا مش عايزاه يتحرق، لانه لو اتحرق منك هيمرر طعم الرز. هنزل عليه هنا ببصله متوسطه او على حسب كميه الرز اللي انت هتحطيها. هقلبها بقى كويس كده مع السكر المكرمل ده. انا عايزاه ياخد لون ذهبي كده، ده اللي هيدينا الطعم الرهيب للرز. هبدأ بقى انزل هنا بمعلقة من السمنة البلدي. يفضل طبعا ان هي تكون بلدي، بتدي طعم حلو قوي للحشو بتاع الرز. معايا هنا الكبد والقوانص بتاعه الفراخ مقطعاها قطع صغيرة. هبدأ اقلبها كده مع البصل. اول ما يبدأوا ينزلوا ميتهم كده، هنزل هنا بقى بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من البهارات السبعه، ونص معلقه صغيره من القرفه، ونص معلقه صغيره كمان من الكزبره الناعمه وورق اللورا. ما تستغنيش طبعا عن القرفه، بتدي طعم رهيب للحشو بتاع الفراخ او بتاع الحمام او بتاع الفريك، رهيبه. هنزل هنا طبعا بالملح، انا مش هزود الملح قوي لاني انا هزود مكعب من المرقه. هبدا انزل هنا بقى بالرز، اشوحه كويس قوي كده مع كل الخلطه دي لعند ما ياخد اللون الجميل ده. زي ما انتوا شايفين كده هنزل هنا بقى بمكعب من المرقه. عشان كده انا ما زودتش الملح، فخدوا بالكم من النقطه دي. هشوحهم بقى كويس قوي كده مع بعض، وهنزل هنا بنص كوبايه من الميه. خدوا بالكم انا كنت ناقعه الرز قبلها بنص ساعه في ميه عاديه خالص، لاني انا عندي الفراخ صغيره مش هتاخد وقت طويل. هنا كده خلاص بعد ما سبته استوى بقى على نار هاديه، بقى معايا بالشكل ده. انا عايزاه يكون نص سوا، اوعي تسويه سوا كامل عشان ما يتعجنش منك جوه الفراخ. يبقى هو نص سوا. هبدا اعمل هنا بقى الخلطه بتاعه الفريك. جبت بصله وحمرتها واخدت اللون الجميل ده زي ما انتوا شايفين كده. هبدا انزل كمان بالكبد والقوانص زي ما انتوا شايفينها كده، واشوحها كويس قوي مع البصله. هبدأ أنزل بقى بالبهارات السبعة وبالفلفل الأسود وورق اللورا والكزبرة والقرفة. كل التوابل اللي احنا حطيناها على الرز هنحطها على الفريك. لو عندك كمان حبهان مطحون حطي كمان، هيبقى تحفة. هنزل بمكعب من المرقة واشوحهم كويس قوي كده مع بعض. وطبعا الملح ما تزوديش برضو الملح زي ما اتفقنا. هنزل هنا بقى بالفريك. انا نقع الفريك هنا برضو لمدة حوالي ساعة الا ربع، لان الفريك بياخد وقت طويل شوية في السوى عن الرز. هبدأ بقى اشوحه كده كويس قوي كده مع بعض. تمام زي ما انتوا شايفين. هبدأ انزل هنا بقى بكوبايتين صغيرين من المية. هياخد مية زيادة شوية علشان زي ما انا قلتلك ان هو بياخد وقت طويل في السوى. هسيبه بقى يستوي بقى، وهيكون معانا بالشكل ده. هيكون هو كمان نص سوا، مش هيبقى مستوي سوا كامل. تعالوا بقى اوريكم بقى الفراخ اللي احنا هنحشيها. جبت هنا بقى الفراخ، يعني يفضل ان هي تكون حوالي كيلو او كيلو 100 جرام، ما تبقاش كبيره قوي اللي هي بتاعه الحشو دي، بتبقى يعني وزنها في الهدف ده. هبدا بقى احشيها. تقدري على فكره تتبلي الفراخ بالبصل والفلفل الاسود والملح، بس طبعا انا بستغنى عن الخطوه دي. ليه؟ انا اصلا عندي الفريك والرز متبلين، فالفراخ هتشرب منهم وهيبقى طعمها حلو جدا. فانا بصراحه بستغنى عن الخطوه دي في حشو الفراخ. لكن لو انت حابه ان انت تعملي الخطوه دي اعمليها، مفيش مشكله. هبدا احشي بقى هنا من تحت الجلد زي ما انتوا شايفين كده، وهدخل الحشو كمان جوه الفرخه بالطريقه دي. حاولي برضو ما تحشيهاش جامد من تحت الجلد عشان ما تتفتحش منك في الميه، يعني تمليها بسيط كده. هبدا اقفلها بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اكيد طبعا الصوره واضحه قدامكم. انا ما بقفلهاش بخله ولا حاجه، دي كده اسهل وما بتتفتحش مني ولا اي حاجه. وابدا ادخل الرجل التانية بالطريقه دي، اعملهم كده عكس بعض. مش قادره اقول لكم الحشو ده طعمه خطير، انا عايزاكم تجربوه بطريقتي هيعجبكم جدا.
تعالوا بقى كمان هنحشي كمان الفرخة بتاعة اللي هي الرز زي بالظبط ما حشينا بتاعة الفريك. برضو حطينا من تحت الجلد، وهنحشي برضو من جوه، وهنقفلها برضو بنفس الطريقة. تعالوا بقى نشوف المية اللي هنسلق فيها الفراخ. معايا هنا حلة فيها بصل وورق لورا، وفيها كبابة صيني، وفيها فلفل اسود حب. وهنزل بقى بالملح. هبدأ انزل بقى بالفراخ زي ما انتوا شايفين كده، وهغطي عليها طبعا. واول ما تبدأ تغلي معانا هوطي عليها النار، وهفتح عليها الغطا بتاع الحل عشان ما تتفتحش معانا. خدوا بالكم من كل الحاجات اللي انا بقولها دي، يعني ما تبقاش الغطا مكبوس عليها كده علشان ما تفتحش. هنا كده خلاص كانت استوت معانا. بعرف ازاي بقى ان هي استوت؟ بمسك الطرف بتاع الجناح بشده كده بلاقيه اتقطع معايا. تمام، بعرف ان هي استوت. جبت هنا بقى صينيه، انا بحب احمرهم على فكره على البوتاجاز، ما بدخلهاش الفرن عشان ما تنشفش. حطيت فيها سمنه بلدي، وبحاول كمان ان انا ما نشفهاش يعني على كل جهه كده شويه. بحبها تكون طريه كده. الفراخ البلدي ما بتبقى طريه بتبقى طعمها حلو قوي. هنا كده خلاص اخدت اللون معانا زي ما انتوا شايفين كده، وبقت بالشكل ده. تقدري طبعا لو انت عندك عزومه تقدميها على السفره بالشكل ده، وتحطي بقى عليها شويه بقدونس، وتحطي حواليها شويه من الشيبسي كده، يبقى شكلها شيك قوي في التقديم. عايزه كمان اوريها لكم من جوه، واوريكم الحشو ازاي كمان كان مفلفل وما كانش معجن ولا اي حاجه. بصوا دي حشوه الفريك، بصوا الفريك كان عامل معانا ازاي، كان مفلفل وكان حلو جدا وما كانش معجن معانا ولا اي حاجه، وكان في نفس الوقت مستوي وكان طعمه رهيب. كمان عايزه اوريكم كمان الحشوه بتاعه الرز برضو كانت كمان مظبوطه جدا زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت بقى يا حلوين لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.